السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي كلكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير وصحة عيدكم، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة والجميع بخير وعيد أضحى مبارك. عاملين ايه بقى؟ اكلتوا اللحمة وكلتوا الكبدة واسمه ايه؟ اسمه بزلوف او اسمه ايه اللي انتوا بتاكلوه؟ اللي هو راس الخروف والعصبان اللي هو الممبار عندنا. يعني عايزه اقول لكم الاجواء عندكم بتبقى جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. كل بلد وليها جمالها وكل بلد وليها اجواءها. احنا عندنا اكتر بقى ما يميز مصر، ان في مصر القاهره لاهلها. يعني القاهره ما بيبقاش فيها زحمه كتيره، لان اي حد بيبقى مغترب او اي حد بيبقى اصوله مثلا من محافظات اخرى، فبيروح يعيد مع اهله واهل محافظته. فبتلاقي بقى القاهرة مش فيها التكدس الرهيب اللي بيبقى موجود ده. فهي دي اكتر. بس بالليل طبعا بقى بالليل بيبقى فيه الفسح والحاجات العادية دي. فكل سنة والناس كلها طيبة وبخير. طبعا احنا عارفين ان في عيد الاضحى في موسم الحج. ربنا يا رب يتقبل من الحجاج يا رب، اللهم امين. حجا مقبولا وذنبا مغفورا. معانا بقى النهارده حج جزائري صنع الحدث في موسم الحج. ازاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو اللي جاي. ومعانا كمان اكبر معمرة موجودة في الحج هي جزائرية. تعالوا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. شوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. حاج جزائري يصنع الحدث، حيث ظهر يحمل أمه على عنقه أثناء طوافه حول الكعبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من الجزائر يحمل أمه فوق ظهره. يحمل أمه فوق ظهره. من الجزائر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلينا نروح مع وقفتنا وزوايا المراسلين من موسم الحج وزميلنا علي الشريف. يسعد صباحك علي. وأكبر حاجة لهذا الموسم تصل إلى مكة المكرمة بعمر 130 عاما. تفضل. يسعد صباحك كريم. نعم بالفعل احنا اليوم متواجدين في مقر إقامة الحاجة سرهودة. هذه الحاجة اللي ما شاء الله تبارك الله، الله متعها وتمكنت من العمرة. كانت قد يعني جت للسعودية، وهذه العمرة الثالثة. ورغم يعني المسافة بين الجزائر والسعودية، مسافة الطائرة ل5 ساعات تقريبا، لكن التوفيق فوق كل شيء، والأقدار زي ما يقولون جت معنا الحاجة سرهودة. حياك الله يا حاجة. وخليني أسألك اليوم وش شعورك وانتي وصلتي اليوم للسعودية، وإن شاء الله تتمكنين من أداء الحج؟ الحمد لله يا رب، راني مبسوطة عن السعودية، الله يحميهم ويخليهم ويحمي بلادهم ويحمي رئيسهم يحمي ولادهم ويحمي بلادهم. وراني الحمد لله راني مبسوطة عندهم، والحمد لله فرحين بيا، وانا راني فرحانة بالسعودية، والحمد لله يا ربي. الحمد لله كي وصلت لهنا، والحمد لله ربي يحييهم وربي يحيي ولاده وربي يحمي بلاده. طيب أمي، تذكرين أول مرة جيتي للحج متى كانت؟ أول حج عفوا أول عمرة. أول عمرة متى كانت؟ متى كانت أول عمرة؟ كنت أنا وش من عام جيتي العمرة لهنا السعودية؟
المره الاولى تاعك؟ الاولى قدام الكورونا. 2017 و 2019 اي والسنه اللي فاتت 2023 هكذا 2024 عمرها الحجه ان شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. كيف كانت عمرتك الماضيه؟ اي كيف كانت ومتى صار وشعورك في شعوري نتمنى باش نوصل السعوديه ونجيها ونزور هنا السعوديه ونزور الحج ونزور مكه ونزوركم ونزور السعوديه، والحمد لله باش اليوم راني مبسوطه فرحانه كي وصلت للسعوديه وجيتها لبلادها الحمد لله، وهما فرحوا بيا وانا نعم. فرحانه بهم. اليوم الغدوه راني شاتيه حتى نقعد هنا خلاص. نعم. ما نشتيش نروح حتى لبلادي، ما نشتيش نروح لبلادي، شاتيه نقعد عند السعوديه. يكثر نعم. خيرهم ويجازيهم خير، وربي يحميهم ويحمي ولادهم ويحمي بلادهم ويحمي رئيسهم، يحمي رئيسهم ما شاء الله عليها الحاجة. بلاده ويحمي ولاده. آمين آمين. يحمي داره يحمي ولاده. تفضل هذه علي ابغى اسالك، يعني ممكن لو تسال الحاجه، يعني اولا احنا مره مبسوطين بها والله يطول في عمرها ويديها الصحه، وجميل اننا نشوفها في هذا العمر وهي تتمتع بالصحه وانها تتحدث الينا. اتساءل عن عائلتها، يعني هل لديها ابناء واحفاد وجيل جديد من الاحفاد؟ يعني بما انها عاشت لهذا العمر 130 عاما، شهدت الكثير من الاحداث وشاهدت الكثير، لكن ما يهمنا اليوم هل لديها يعني الجيل الكم وصل أحفادها؟ يعني أتوقع لا أعلم، يعني يمكن لو تقول لنا الحاجة كم عدد الأحفاد اللي لديها؟ حجة سرهودة، الزميلة تسألك كم عدد أحفادك؟ ما شاء الله تبارك الله، كم عدد أحفادها؟ كم عدد أبنائك والأحفاد؟ أولادك وأولاد أولادك. شحال عندك أولادك؟ أولادي درك اللي حيين عندي 3. شحال لك؟ 3 بنات و3 أولاد. ما شاء الله. 11 اللي توفاو بقاو 3 رجال و3 نساء. وولاد ولادي أكثر من 20 أكثر. ما شاء الله. طب من يرعاك يا حاجة؟ يعني عايشة مع أحفادك ولا من يرعاك هناك؟ تعيشين مع من؟ أكثر من 20. ما شاء طيب زميلتي ريم تسألك، تقول في من يرعاك يا حجة، ومين اللي يقوم عليك في البيت ويخدم عليك وذا، الأحفاد ولا الأولاد؟ في الساعة هذه؟ إيه لا وأنت في الجزائر. أنا في الجزائر أولادك كان بكري شايبي، كان بكري راجل تاعي. ما شاء الله تبارك الله. كي مات الراجل مات قعدت عند ولادي. اي ما شاء الله تبارك الله. عند ولادي راني عايشة عندي. شكرا لك عايشة عند ولادي. علي. الله يطول في عمرك حجة، والله يتقبل منك ويجعلها حجة سهلة ويسيرة بإذن الله عليك وعلى جميع المسلمين. احنا جدا مبسوطين انك اختصيتني بهذا اللقاء يا علي مع الحاجة الجزائرية المعمرة. الله يديها الصحة وإن شاء الله تكتمل حجتها على خير، وكمان نشوفها ونودعها وهي راجعة على الجزائر. شكرا لك علي الشريف من مكة المكرمة. يعني عايزة أقول لكم بسم الله ما شاء الله الفيديوهين أحلى من بعضهم، بس طبعا كلنا عارفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج مشقة. تخيلوا بقى إن المشقة دي يتحملها رجل وهو يحمل والدته، فده ربنا يعينه يا رب. وفي نفس الوقت الحاجة اللي عندها 130 سنة، يعني عايزة أقول لكم الفيديوهين أحسن من بعض وأحلى من بعض. وكل بقى اللي بيتفرج على الفيديوهات دي ندعي لبعضينا كده إن ربنا يكتب لنا عمرة أو حج، ربنا يكتب لنا يا رب زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، اللهم أمين يا رب العالمين. احنا في أيام مباركة وأيام حلوة، وننساش ندعي لبعضينا ومننساش ندعي لإخواتنا في غزة، وكل سنة والجميع طيب وبخير. يعني في فيديوهات انت مش محتاج تعلق عليها، انت محتاج بس ان انت تتفرج عليها، لان الاحساس بيوصل من غير ما تتكلم. فالفيديوهات دي من الفيديوهات اللي انا بقول لكم عليها دي. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بخير، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.